السلام عليكم، ازيكم اخباركم ايه؟ اول مره بيشوف قناتي دي قناه مطبخ نور، قناه متخصصه في الطبخ. ولكن احنا واخدين اجازه كده بسيطه من الطبخ ومن المطبخ، وبادئين نهتم بنفسنا شويه ونقيم حياتنا ونعيد ترتيب اولوياتنا وندور على السعاده والراحه النفسيه والسلام النفسي والتغيير للأفضل إن شاء الله. فترة كده بسيطة وإن شاء الله هنرجع تاني للمطبخ وهنرجع تاني لحياتنا اللي احنا متعودين عليها ونعمل مع بعض أحلى الوصفات. لكن لما نظبط نفسنا شوية لأن الواحد مر بفترة يعني نفسية صعبة شوية، فحابب إن هو يخرج منها، وحبيت أخرج منها معاكم. الفترة دي بعمل معاكم فيديوهات سمعية يعني. مجرد ما انت تفتحي الموبايل بس هتقدري تسمعي الفيديو وتتابعيه، مش لازم ان انت تقعدي تتفرجي. انا بدأت معاكم السلسلة ديت وبقالي حوالي تقريبا 3 فيديوهات دلوقتي، تقدروا ترجعوا لهم تاني. وبدأنا اول فيديو بازاي اغير نفسي وامتى أبدأ، وبدأنا تحدي صلاة الفجر وازاي اقيم حياتي، هل فعلا انا انسان سعيد في حياته او انسان عايش حياة بدون هدف وبدون ان انا عايشة حياتي كده تمام واهدافي وعايشة حياة صح بجد، ولا لما اكبر هحس بالندم ان انا ضيعت حياتي على ما فيش، اكتشف في الاخر بعد عمر طويل ان انا ضيعت حياتي في الفاضي بدون ما احقق اي اهداف او اعرف ان انا كنت عايشة سعيدة ولا لا. اتمنى اللي لسه ما شافش الفيديوهين دول او سمعهم يرجع يسمعهم، وهسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف ان شاء الله. اما فيديو النهارده فهنبدأ كده نسمي الله ونشوف ايه هي النصايح اللي هتساعدنا في الوصول للسعادة وللسلام النفسي. وانا بعتبر ده من اهم الفيديوهات اللي انا هعملها في السلسلة ديت، لان بجد لو اتبعنا النصايح ديت هتأثر جدا جدا في حياتنا وفي احساسنا بالسعادة. يعني ايه سلام نفسي؟ ولازم نعرف يعني ايه انسان بيحس بالسلام النفسي. يعني انسان عايش حياة هادية بدون مشاكل ولا منغصات، انسان كده زي ما بنقول متصالح مع نفسه، عارف فين نقاط ضعفه وعارف فين نقاط القوة بتاعته. نقاط الضعف بتاعته مش بيخجل منها ولا يعني بيحس يعني ان هو يعني نقطة نقص في حياته او بتضايقه او بتنغص عليه حياته، لا بالعكس هو عارف يتعامل معاها كويس جدا و... وعارف ازاي يعالجها او يتجنبها او يقدر عليها ويتخلص منها. ونقاط القوة بتاعته بيقدر يستخدمها بشكل كويس جدا في تحقيق أهدافه، وإن هو ينجح ويحقق كل اللي هو عايزه، بعيدا كل البعد عن إن هو يكون إنسان أناني أو مغرور أو متكبر بنقاط القوة اللي عنده. لما الإنسان مننا بيقدر يوصل لدرجة التصالح مع النفس وفعلا ما بيقدرش يوصلها بسهولة جدا، فعلا بيبقى حياته مختلفة تماما، بيبقى إنسان مختلف تماما. إنسان هادي جدا، مفيش موضوع التوتر والقلق والاكتئاب وال والضيق والعصبية. فعلا فعلا بتقدروا تتخلصوا من كل الصفات السلبية ديت، والواحد فينا بيتحول فعلا لحد هادي خالص يعني مش بارد. الفكرة هنا في الهدوء النفسي، هو متصالح مع نفسه، بيسامع، حاسس بسعادة، حاسس برضا، حاسس براحة البال، فهم الدنيا صح ان هي مش مستاهلة حرق الدم، ومش مستاهلة الواحد يعصب نفسه، ومش مستاهلة الواحد يبقى ماشي متوتر ولا متضايق ولا مكتئب ولا. لا هو فاهم الدنيا صح. الانسان المتصالح مع نفسه ده آم، بيقدر يعترف بأخطائه كويس قوي، يعني هو حتى لو نقاط ضعف عنده أو حاجات معينة بيخطأ فيها، وطبعا كلنا خطائين يعني مفيش حد فينا ملاك، بس هو بيقدر يعترف بخطأه بمنتهى الشفافية، مش بيخجل من الاعتراف بالخطأ، بالعكس بيعرف يقول آسف، بيعرف يقول أنا آسف على الموقف ده فعلا وسامحوني، أنا عملت غلط. ده إنسان تعرف إن هو إنسان كويس جدا من جواه. لو إنسان هادي وجميل وتحبي تقعدي معاه، الشخص المتصالح مع نفسه ده بجد بجد بتبقى القعدة معاه والوقت معاه من أجمل ما يكون. بترتاحي نفسيا لما تتكلمي معاه، بجد بنتمنى ان احنا يكون حوالينا اشخاص متصالحين مع نفسهم جدا، هيسهلوا علينا الحياة كتير. طب ازاي انا اوصل للمرحلة دي؟ ازاي اوصل لمرحلة السلام النفسي وازاي اوصل للدرجة دي وابقى الشخص ده؟ معاكي 10 نصايح انا هبدأ بيهم معاكي دلوقتي، وهقولك ازاي تقدري توصلي مع نفسك للمرحلة دي.
أول حاجة اهتمامنا بعلاقتنا بربنا، وإحنا اتكلمنا ده بشكل مستفيض جدًا في أول حلقة أو أول فيديو عملته معاكم عن التغيُّر النفسي، وقُلت لكم فعلًا إن العلاقة بربنا واهتمامنا بأوقات الصلاة، واهتمام إن يكون ليّا وِرد، واهتمام إن يكون ليّا وقت خاص بيني وبين ربنا، الوقت ده اللي بافرّغ فيه كل الشحنات السلبية اللي اتكوّنت خلال اليوم، أشتكي له، أحكي له، حتى يعني أحس إن أنا قاعدة مع حد كده فاهمني، سبحان الله يعني أحس إن أنا قاعدة، يعني أنتِ قاعدة مع ربنا يعني يعني أنتِ قاعدة كده مع ربنا، بيسمعِك، بيفهمِك، حاسس بيكِ، هو أدرى بينا في كل حاجة، يعني سبحان الله كده الواحد الوقت ده بيبقى فعلًا مستنيه لمّا الكل ينام كده والبيت يبقى فاضي وما فيش حد. الوقت ده الواحد بيحب يقعد كده، يعني بجد وقت جميل جدًا، 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 والواحد بعد الفترة اللي الواحد بيقعد فيها مع نفسه ديّة، هو مش مع نفسه، الواحد قاعد مع ربنا، يعني استحضري كده إن أنتِ قاعدة مع ربنا وبتكلميه وبتحكي له وبتشكي له من كل حاجة، حتى لو حاجة كويسة حصلت في اليوم ده، أنا باقعد الحمد لله يا رب إن أنت عملت معايا كذا، الحمد لله يا رب إن أنا في كذا، وابقى فرحانة. مش لازم بس إن أنا كل يوم أقعد أبكي وأعيط وأشتكي، لأ، في أيام كمان بيبقى في حاجات حلوة حصلت في اليوم ده محتاجة إن أنا أشكر ربنا عليها. فالوقت ده بجد إحنا كلنا محتاجينه، محتاجين نصلح علاقتنا بربنا، محتاجين نثق أكتر في اختيارات ربنا لينا، لأن طبعًا دايمًا عندِك ثقة إن ربنا دايمًا بيختار لِك الأفضل. فلو وصلنا للمرحلة ديّة بجد هتحسوا بسلام نفسي كبير جدًا. تاني حاجة علاقتنا بالناس. نصيحة من واحدة زيي يعني خلاص عدِّت ال30 بفترة، بجد سِن ال30 أو مرحلة ال30 دي هتفرق معاكِ في حياتِك جدًا، وفي اختياراتِك وفي علاقاتِك بالبشر، هتفرق معاكِ، هتكتشفي حاجات بجد، بجد يعني هتحسي إن أنتِ كنتِ في دنيا واتنقلتِ لدنيا تانية. هتشوفي ناس غير الناس، هتشوفي ناس على حقيقتهم إلى حد كبير، كبير هتقدري تتبيني اللي قدامك ده فعلًا منافق أو بيحبِك أو بيشتغلِك، أو الواحد بيحس إن هو بقى عنده يعني مزيد من الشفافية إن هو يقدر يتبين بيها معادن الناس ويفهمهم، إلا في يعني بعض الحالات كده بتبقى يعني درجة النفاق عندها واخدة حد شوية، بتقدر تمثل الدور كويس بس بتتكشف بعد كده يعني، وربنا اللي بيكشفها سبحان الله. فأهم نصيحة ليكوا أو لنفسي قبل منكوا بعد ما وصلت للسن ده وعرفت ناس كتيرة وشفت ناس كتير وتعرضت لمواقف كتير، بقول لكم فعلا يعني اعتزال الناس نعمة، بس مش الاعتزال المرضي ان انا ابقى يعني انسانة انطوائية وما بكلمش حد وما بشوفش حد، لا، انا علاقتي بالناس كلها تمام تمام، مفيش اي مشاكل مع اي حد خالص، بس كل الناس عندي زي بعض، يعني مفيش بقى البيست فريند ومفيش قوي الحد اللي انا اثق فيه الثقة العمياء، كل الناس كويسين تمام بس كل واحد في حاله، كل واحد مقفول عليه بيته، انا اشغل نفسي بنفسي وكل واحد يشغل نفسه بحاله، وما يعني ايه، بلاش العشم الزايد في البشر، بلاش اخلي في حد معين في حياتي الطب، بلاش المجموعة دي مثلا هم دولت خلاص حياتي من غيرهم هتقف، لا، كل الناس احنا تمام، وصباح الخير يا جاري زي ما المثل بيقول، صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. فانا يعني بطبق الكلمة دي دلوقتي مع كل البشر، مع كل البشر، مفيش خصام، مفيش زعل، مفيش مشادات ولا مشاحنات ولا اي حاجة، على قد ما بقدر، على قد ما بقدر، كل الناس عندي تمام، بس صباح الخير، انت في حالك وانا في حالي. لو قدرنا نوصل للمرحلة دي بجد هنرتاح كتير قوي قوي قوي. بلاش ندخل نفسنا في حياة حد، وبلاش نخلي حد يتدخل في حياتنا، يا ريت كل واحد فينا يحافظ على خصوصياته في بيته، وبلاش كل واحد فينا حاطط مناخيره او حاطط عينه في بيت جاره او بيت اخوه او بيت اخته او بيت اي حد، كل واحد عنده اللي يكفيه، كل واحد يشيل بيته لوحده كفاية عليه. بجد بجد لو عملنا بالنصيحة ديت وكل واحد خلاه في نفسه وعلى قد السلام، سلام عليكم وعليكم السلام، مفيش اكتر من كده، هنعيش حياة بجد اهدى وابسط من كده بكتير بكتير. تالت نصيحة باحب أنصحكم بيها أو أنصح نفسي قبل ما أنصحكم بيها، إن إحنا نهتم بتطوير نفسنا. لو إحنا طبّقنا النصيحتين اللي فاتوا، الواحد اهتم بعلاقته بربنا وبعد عن الناس ويعني وخلّى العلاقة بيه وبين كل البشر كده علاقة سطحية زي ما بنقول،
كل الناس حبايبي وتمام وكل حاجة، بس زي ما أنا قُلت كل واحد في حاله. هتلاقي عندِك وقت كبير جدًا، جدًا فاضي، صدقوني والله هتلاقيكِ فضيتِ ويبقى عندِك وقت كتير جدًا فاضي. الوقت ده يا ريت نهتم بيه بقى، بدل ما كنا بنهتم بالناس نبدأ نهتم بنفسنا، كل واحد يطوّر نفسه. ابدئي اتعلمي علم جديد، ابدئي اقرأي في كتب، ابدئي اتعلمي مهارة، ابدئي اعملي حتى لو مشروع، اعملي نمّي نفسِك فكريًا، نمّي نفسِك اجتماعيًا. اعملي أي نشاط اجتماعي مثلًا في مساعدة الآخرين، اشتركي في أي جمعية خيرية، اشتركي مثلًا في اللي هي دار تحفيظ القرآن ديّة، ابدئي احفظي قرآن، وابدئي برضه إن إحنا بنحسّن علاقتنا بربنا، وإن أنا باطوّر نفسي في العلم بتاعي. ابدئي ادرسي أي دراسة أنتِ بتحبيها كمّليها، أي موهبة، أي مهارة، أي حاجة بتحبي تعمليها، إن شاء الله يا رب تقعدي تعملي كروشيه، أي حاجة بتحبي تقعدي تشتغليها ابدئي. الوقت اللي فاضي عندِك ده ابدئي خلّي وقت لنفسِك، طوّري نفسِك فكريًا وعاطفيًا واجتماعيًا، ابدئي اعملي حاجة أنتِ بتحبيها، حاجة تعلّي منِّك، سواء علوم دينية أو علوم يعني اجتماعية، أو أي حاجة هتطوّري منها من نفسِك هتحسّي بفرق كبير جدًا، وثقتِك في نفسِك هتزيد، وإحساسِك بالسعادة كمان هيزيد. رابع نصيحة هي الاهتمام بالنفس. قد ايه احنا اهملنا في نفسنا الفترة اللي فاتت في تربية الولاد والسهر والتعب وشغل البيت والارهاق وي متطلبات كتيرة علينا في الفترة ديت. بجد يا ريت كل واحد فينا يحدد، يعني يبقى عندك وقت لنفسك، وقت اهتم بيه، بصحتك، تهتمي بشكلك، تهتمي، صدقيني بتفرق. انت عارفة لو صحيتي من النوم الصبح وقمتي غسلتي وشك كده بغسول او بصابونة حلوة، وسرحتي شعرك وحطيتي برفيوم كده ولبستي بيجامة حلوة ونضيفة، قد ايه الخطوة دي بس بتفرق في اليوم كله، بتغير معاكي اليوم كله، غير لما انت تقومي من على السرير بشكلك كده بشعرك كده تدخلي بقى على شغل البيت، على المطبخ، بأي مثلا جلابية او قميص او بيجامة قديمة، وتقولي ده الشغل البيت، وتفضلي طول اليوم في طاقة سلبية وكآبة ونفسيا. لا لا، فرق كبير 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 في خطوة واحدة بس. نبدأ نهتم بنفسنا. انا هعمل معاكم ان شاء الله سلسلة فيديوهات للعناية بالبشرة والعناية بالشعر والعناية الشخصية بالجسم، ازاي تبقى نظيفة وريحتك حلوة وشكلك حلو طول اليوم، بحاجات بسيطة جدا جدا جدا. وان شاء الله انا بجهز لكم الفيديوهات ديت، انتظروها ان شاء الله. هنتكلم باستفاضة ازاي نهتم بنفسنا. خامس حاجة، اتعلم حاجة اسمها سياسة القبول. ايه هي سياسة القبول ديت؟ ان انا اتقبل الاخرين، اتقبل الناس. احنا طبعا مش هينفع نعيش في المجتمع لوحدنا، ومش هينفع ننعزل عن البشر زي ما قلت لكم. اه احنا عايزين نتعلم ان احنا ازاي نقبل كل واحد قدامنا زي ما هو. مش لازم ان انا مثلا انا مرتبط يعني في حياتي زوجي اولادي اهلي اقرب المقربين ليا، كل واحد فينا له شخصية مختلفة عن التاني، كل واحد فينا له حاجات في شخصيته، مش محدش فينا زي ما قلت لكم خالي من العيوب، كل واحد فينا فيه عيب. ازاي انا اقدر اتقبل الطرف الاخر بكل عيوبه، او اتقبل اولادي او اتقبل جيراني او اتقبل اهلي، او هم يتقبلوني، يعني هو الكلام للكل. ازاي ابدا اتقبل الطرف الاخر، اتقبل الشخص اللي قدامي باي عيب فيه. اولا انا هحاول اغير موضوع ان انت تحاولي تغيري، وهحاول اغير في اللي قدامي، دي على فكرة بتفرق بس على المدى الطويل جدا، ومحتاجة سياسة كبيرة جدا علشان خاطر تقدري تغيري من الشخص اللي قدامك شوية، ومش بتغير يعني مش بتغير قوي، يعني حاجات بسيطة فيه بتتغير. طب انا هحاول اغير، وفي نفس الوقت وانا بحاول اغير في اللي قدامي ده، لو حد قريب مني جدا بقى ومضطرة وعايشة معاه ليل ونهار، فأنا هحاول إن أنا أغير فيه، وفي نفس الوقت أنا متقبلة المشكلة اللي عنده، اللي أنا من وجهة نظري شايفاها مشكلة، وهي ممكن ساعات ما تكونش مشكلة ولا حاجة، بس أنا شايفاها مشكلة. الشخص المختلف عني في التفكير ده أنا هحاول إن أنا أتقبل طريقته في التفكير. تمام، أيوة صح تمام، حتى لو أنا مش مقتنعة بكلامه، احاول اسمع من هنا، يعني اسمعه
واحاول افهمه بمنتهى العقلانية. وان ما عجبنيش الكلام بلاش جدال، بلاش نقاش، بلاش ندخل في مشاحنات مع بعض. تمام صح، انت مية مية تمام، والله كلامك مظبوط. ريحيه واسكتي. والله العظيم بتفرق، يعني كلمة نعم فعلا بتريح، على رأي أمي ربنا يديها الصحة. قولي نعم، قولي حاضر، واسكتي وخلاص، يعني فاهمة. وانتي يعني احنا بنقول كده من الجانب ده عشان نريح اللي قدامنا، وهو لما انتي بتعملي كده هو بيبقى مرتاح ومبسوط على فكرة. وبعدين اقعدي مع نفسك، والله ساعات كلامهم بيبقى كويس، ساعات التفكير المختلف عننا ده لما بقى بعيد النظر فيه بحس ان هو برضو كويس في حاجة جديدة. وساعات ماشي خلاص تمام اوكي، هو شايف كده خلاص براحته. هو براحته خلاص، بس انا مش ملزمه ان انا اعمل بوجهة نظره. هقول تمام وحاضر وهسكت وخلاص. سادس نصيحة حابة اقول لكم عليها، من ضمن الحاجات اللي فعلا بتساعدنا على الوصول للسلام النفسي والراحة النفسية والسعادة، القدرة على التسامح. مش كلام والله العظيم، بجد هي صعبة، صعبة بجد. يعني يا ريت قبل ما نبدأ نسامح اللي حوالينا. وفعلا قد ايه هو بيبقى صعب ان الواحد يسامح من قلبه بجد، مش مسامحك كده من على اللسان. يا ريت نقدر نسامح نفسنا بالفعل، ونبطل جلد الذات ده، لان فعلا اللي مش قادر يسامح نفسه مش هيقدر يسامح الناس. الواحد يبطل يعني يجلد في ذاته، ويبطل يأنب نفسه على كل كبيرة وكل صغيرة، ويحاول يتسامح مع نفسه. النصيحة رقم 7، وهي الضحك. أيوة زي ما سمعتوا كده بالظبط، الضحك. بلاش نكد، بلاش تكشيرة وبوز طول اليوم على أي سبب تافه، أو حتى لو مش تافه. دوروا على الضحك يا جماعة، دوروا على الضحك. النكد مش هيقدر يحل أي حاجة وانتي نكدية وحاسة ان انتي مكتئبة ومتوترة وقلقانة وزعلانة ومتعصبة. عمر الحاجات دي ما بتحل حاجة، لو كانت الحاجات دي بتحل كان فات محدش فينا عنده مشاكل. بجد بجد الضحك ده نعمة كبيرة من عند ربنا. نعرض نفسنا للحاجات اللي بتخلينا على طول زعلانين ومكتئبين وكده. حتى لو يعني الناس اللي مزاجها بقى تقعد قدام الأخبار، بلاش أقول أسماء قنوات معينة، وتقعد بقى تشوف اللي مات واللي اتحرق واللي غرق واللي ولع والحرب والدنيا. بلاش أي أخبار سلبية خالص، مش عايزين نعرف، مش عايزين نعرف حاجة مؤذية. بجد اعتزل ما يؤذيك، يعني ابعد عن أي حاجة تزعجك. دوري على حاجة كده فيها فكاهة ضحك، حاجة تسهل علينا الدنيا. احنا مش ناقصين، احنا بجد مش ناقصين، يعني الدنيا فيها اللي مكفيها يعني. ضحك فعلا من اسهل وابسط الطرق اللي تقدر تخرجك من الشحنات السلبية اللي هي جواكي. في دراسات اتعملت بتأكد ان انت لو ضحكتي من قلبك لمدة دقيقة واحدة بس، هتقدري تقعدي بعدها لمدة 45 دقيقة وانتي في حالة من الاسترخاء والسلام النفسي. تخيلوا دقيقة واحدة بس بتأثر فينا 45 دقيقة من السلام النفسي والراحة النفسية. فبجد بجد ابعدوا عن الحاجات اللي بتأذيكوا، ابعدوا عن الأخبار السيئة، ابعدوا عن الأماكن المؤذية والأشخاص المؤذية اللي بتقلب حياتنا لنكد على قد ما تقدروا. وحاولوا تضحكوا وتضحكوا من قلبكم بجد، وحاولوا تدوروا على الفرح، وابعدوا عن النكد زي ما تقدروا يعني. تامن نصيحة ممكن أنصحكم بيها تساعدكم فعلا على الاسترخاء والسلام النفسي، إن انتوا تعملوا دفتر خاص بيكم. زي يعني يوميات كده، تقعدوا تكتبوا فيه يعني أي حاجة بقى، أي شعور مريتوا بيه. ويا ريت يا ريت تتجنبوا الحاجات السلبية اللي انتوا مريتوا بيها خلال اليوم. يعني الواحد لما بيقعد آخر النهار كده بورقة وقلم ويقعد يكتب، آه، ويحاول يكتب الحاجات الحلوة اللي شافها بأبسط حاجة. عارفة لو ابنك جاي من بره كده وحضنك وحبيبتي يا ماما وحشتيني، اكتبيها. هتفرحك قوي، يعني لما ترجعي لها بعدين هتبقي محتاجة ان انت تشوفي كلمة زي كده، حد قالك كلمة ايجابية على حاجة عملتيها حلوة. اي حاجة اي حاجة مهما كانت بسيطة، بجد تفرق معاكي جدا. يعني لما تجمعي افكارك وعواطفك وترتبيها كده، كل يوم اخر اليوم اكتبي الحاجة الحلوة اللي انت شفتيها في اليوم ديت. بلاش نكتب الحاجات السلبية، عشان لما نرجع لها في يوم من الايام في لحظات الزعل او في لحظات اللي احنا محتاجين فيها اي حاجة تطبطب علينا، ارجع افتكر الحاجات الحلوة اللي حصلت معايا، وارجع افتكر اللحظات الجميلة اللي كانت بتسعد قلبي وترجع تفرحني.
بلاش كده في يوم اكون يعني لحظة اكتئاب اتمكنت مني ولا حاجة وابدأ افتح بقى دفتر يومياتي ده، يعني ازود على نفسي، ازود الطين بلة. لا بالعكس، الاقي في حاجات ايجابية تقدر تخرجني من الحالة اللي انا فيها. تاسع نصيحة هي التصالح مع الماضي. في ناس كتيرة جدا مننا بتحب يعني اوقات حزنها وزعلها وضيقها بالذات بترجع بدماغها لذكريات الماضي، وتقعد بقى تفكر في اللي فات واللي حصل واللي ما حصلش، وترجع بقى. يعني بيدخل لنا الشيطان من الحتة دي قوي. مدخل الشيطان كلمة لو. لو فعلا تجلب عمل الشيطان. لو كنت عملت كذا زمان كان فاتي دلوقتي كذا وكذا. لو ما كنتش عملت كذا زمان كان فاتي دلوقتي كذا وكذا. لو كذا، لو كذا، افتراضات واحتمالات. وارجع بدماغي بقى في الماضي، اقعد اندم على حاجات حصلت واندم على حاجات ما حصلتش، وافضل يعني أأنب نفسي وابدأ يعني اندم على الحاجات اللي حصلت وما حصلتش. اقفلوا الباب ده لو تقدروا، لو سمحتوا. لو الباب ده جاي يفتح معاكي اقفليه. مش هيجيب حاجة خير، مش هيجلب اي خير، بالعكس هيزود اللي انت فيه. كمان الناس اللي ممكن اتعرضت في الماضي بتاعها لمواقف او صدمات او حاجة مش قادرة تنساها. يعني لو تعرضتي فعلا لأزمة أو صدمة أو عنف أو أي حاجة صعبة في الماضي، حاولي تنسيها، حاولي تمسحيها بأستيكة. لازم تتجاوزي المحنة دي، لازم تتجاوزي التجربة أو الصدمة اللي انت مريتي بيها دي. عديها عديها على قد ما تقدري، حاولي تنسيها أو تتناسيها على قد ما تقدري. يعني حاولي باستعانة بربنا، استعانة بأصحاب كويسين. حاولي تستعيني بأي حاجة ان انت تخرجي من الموقف ده. ما تخليهاش تسيطر عليكي وعلى تفكيرك. في ناس بتمر بصدمات صعبة جدا جدا جدا، بتأثر عليها تأثير سلبي جدا، وبتبقى متملكة دماغها وتفكيرها، ما بتقدرش تنساها ولا تقدر تسيبها. الناس دي بنصحهم بجد، لو انت شايفة نفسك مش قادرة فعلا، حاسة يعني دايما مكتئبة، دايما خايفة، دايما بتفكري في الذكريات المؤلمة دي ومتمكنة منك قوي، لدرجة ان مخلياكي فقد الثقة في نفسك، لدرجة ان مخلياكي تخافي من الناس وعاملالك مشاكل نفسية، عاملالك أرق في النوم، عاملالك أرق في الأكل، عاملالك عصبية، عاملالك ضيق. وصلنا للمرحلة دي، يبقى لازم تدخل طبي. انا ضد ان اي حد، يعني احنا لسه في مجتمعنا بننظر للانسان اللي بيروح لدكتور امراض نفسية وعصبية ان هو انسان ده مجنون، ده كذا ده كذا، وبنخاف من الناس ان احنا نقول احنا رايحين لدكتور امراض نفسية. وانا في رأيي ان دكتور الامراض النفسية ده اهم من اي دكتور متخصص في اي مرض عضوي. المرض العضوي مبيأثرش إلا على مكان المرض بس، لكن المرض النفسي بيأثر على الجسم كله، بيهد الجسم كله. الإنسان اللي عنده مشكلة نفسية مأثرة عليه فعلا بيهد الجسم، بيهد كيان الشخص. كل جسمه بيوجعه، كل حاجة فيه بتبقى تعباه. ده من وجهة نظري ان زيارة الطبيب النفسي عند الضرورة بتكون اهم كتير كتير من زيارة اي طبيب بيعالج مرض عضوي. ما تتأخروش عن نفسكم. ما بلاش نبص لنظرة المجتمع والناس هتقول عليا ايه والناس هتبص عليا ازاي لو عرفت ان انا زرت طبيب نفسي. زي ما قلت لكم، حاولوا تخلوا لنفسكم نسبة من الخصوصية. مش لازم الناس تعرف عننا كل حاجة. ممكن تزوروا الطبيب النفسي وترتاحي ويأثر في حياتك ويساعدك ان انت تتجاوزي المحنة ديتي بدون معرفة اي حد، او حتى لو حد عرف ما تخجليش من حاجة زي كده. مش دي حاجة تخليكي تخجلي وتتضايقي، لا بجد هيكون ايد بتتمد عشان تساعدنا ان احنا نخرج من اللي احنا فيه. ومش عيب خالص، ومش حاجة تشينك ولا حاجة تعيبك ولا اي حاجة. اخر نصيحة بنصحكم بيها، عيشوا بطبيعتكم، عيشوا على طبيعتكم. بلاش نتكلف، ما بلاش نتصنع قدام الناس. انا بكره الانسان المتصنع والمتكلف، الانسان اللي مش عايش على طبيعته، اللي انا بسميه انسان عايش بوشين. هو يقولك لا لازم يكون لنا وش اجتماعي، انا لا اكذب ولكني اتجمل. موضوع التجمل ده قدام الناس كلها، لازم نتجمل قدام الناس ونظهر في احسن صورة ونتكلم باحسن طريقة، ولازم اتيكيت في الاكل واتيكيت في الشرب واتيكيت. انا دايما بقول لولادي وبقول لنفسي، انا عايزة
طبيعتي انا هي اللي تبقى معايا. يعني انا في البيت بحب اتصرف بنفس الطريقة اللي بتصرف بيها قدام الناس. ليه هاكل في البيت قدام ولادي وقدام اهلي وقدام اسرتي بطريقة، واطلع قدام الناس بطريقة تانية؟ ليه ما يبقاش اسلوبي من البداية هو الصح؟ يعني ما يبقاش اوفر قوي في يعني ما بقاش اوفر قوي في ان انا اتيكيت ومش عارفه اعمل ايه، وامسك الشوكه ازاي، وامسك السكينه ازاي، واكل بالطريقه الفلانيه. اكل في بيتي بطريقه كويسه قدام ولادي وبيتي واهلي وقدام نفسي وفي اي مكان، هي تبقى دي طريقتي المعتاده، اللي هاكل بيها قدام ولادي، اللي هاكل بيها قدام ضيوف، اللي هاكل بيها قدام ناس غريبه، اللي هاكل بيها في مطعم، اللي هاكل بيها في اي مكان في الدنيا. مادام انا بعمل الصح خلاص، ما يبقاش عندي طريقتين. انا ما بحبش كده. انا بحب دايما زي ما انا قدام الناس كلها اعمل الصح وامشي بيه في اي مكان في الدنيا. ما بقاش عندي وشين، ما بقاش عندي طريقتين، ما بقاش عندي نظامين. بقدر الامكان، قدر الامكان يعني نحاول نبقى عفويين، بس العفوية بتاعتنا دي تكون بذوق، نكون عارفين يعني متعلمين الصح ونعمله، ونعيش بطبيعتنا في وسط الناس. بلاش تكلف، بلاش تصنع، بلاش ابقى حاسه ان انا بره البيت شخص وما بصدق ان انا ارجع البيت، زي ما بغير هدومي، زي ما بغير الشخصيه اللي كنت بيها في وسط الناس، واعيش بقى انت ليه بتعملي كده، او انت ليه بتعمل كده السلوك ده. انا في بيتي ابقى براحتي. هو ليه راحتنا تبقى في الغلط؟ ليه راحتنا تبقى في قلة الذوق؟ ليه راحتنا تبقى في قلة الاحترام اللي حوالينا؟ اتكلم بطريقة مش كويسة، اكل بطريقة مش كويسة، اعمل تصرفات مش كويسة. ليه راحتي تبقى في حاجة مش كويسة من البداية؟ دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. فنبقى طبيعيين، بس طبيعتنا تبقى حلوة. لما تبقى انسان حلو بطبيعتك، اظهرها لكل البشر. ما تخافش في اي مكان، ما تخافش في اي وسط، ما تقلقش. انت حلو، انتي حلوة بطباعك الحلوة، في وسط اي حد حلوة، في اي مكان انا بطباعي حلوة. بلاش ابقى عندي وشين، بلاش ابقى عندي طريقتين. لما تبدأي تعملي كده هتحسي ان انتي مرتاحة جدا جدا جدا، وانتي فعلا في سلام مع نفسك. دي اخر يعني نصيحة كنت بنصحكم بيها النهاردة. معلش لو كنت طولت عليكم في الكلام شوية، بس بجد انا مستمتعة جدا 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 بالكلام. وانا فرحانة قوي 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 ان انا بتكلم، حتى لو يعني الخمسة ستة اللي بيسمعوني، وعارفة ما بيسمعونيش للاخر، بس بجد انا سعيدة جدا بالكلام معاكم. والكلام ده بيريحني نفسيا جدا جدا جدا. انا بتكلم معاكم مرة في الاسبوع، بس بجد بفضل سعيدة وفرحانة بالكلام ده طول الاسبوع. ويعني بخرج الشحنة اللي جوايا وبتكلم معاكم. الكلام ده بيسعدني قوي قوي قوي. وقد ايه انا فرحانة بالفيديوهات ديت وبالفكرة اللي انا عملتها، قد ايه ريحتني نفسيا. حتى لو مفيش حد بيسمعني، بس انا بجد سعيدة بيها قوي. واشكر بجد لو حد بيسمعني، اشكره من القلب واتمنى ان انا اكون فعلا ضيفة خفيفة عليكم زي ما بقول كل مرة، وما كنتش طولت عليكم النهاردة. بس فعلا النصايح دي كانت مهمة جدا ان انا اقولها لكم. استنوني في الفيديو الجاي، مش هيقل أهمية عن الفيديو بتاع النهاردة. ايه هي الحاجات اللي ممكن تحرمنا من ان احنا نحقق السلام النفسي وان احنا نشعر بالسعادة؟ ده هيكون موضوع الفيديو الجاي. استنوني واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.